السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم رزق شعيب. النهاردة مع بوتاجاز في بروفيشنال فريش بروفيشنال الحديث. وفي مفاجأة جميلة جدا في البوتاجاز ده يا جماعة. بوتاجاز اسمه الشواية الدوارة. تعالوا كمان نوري لكم البوتاجاز وامكانياته. بسم الله ما شاء الله، 60 في 90، حمالاته الظهر الاصليه التقيله النظيفه، كمان قطع غياره الايطالي، الفلنشات نفسها قطع غيار ايطالي يا جماعه، حتى الغرف كمان نفسها ايطالي. حاجات جميله بسم الله ما شاء الله. وهو امان كامل واشعال ذاتي. حتى كمان الشعله كمان دي شوفوا يا جماعه اهي مكتوب عليها فريش وميدن ايطالي، ميدن ايطالي. حاجه نظيفه جدا بسم الله ما شاء الله، وجميع قطع غيار ايطاليه. وجايب لنا مفاجاه فيه بصراحه. هو الاول دبل ستانلس، بيعتبر زي البلت ان بالظبط. حاجه نظيفه، حتى الزجاج جميل جدا. 2 شوايه لعزومه اكبر، يعني يعمل شغل حاجات كتيره جدا بسم الله ما شاء الله. وكمان في الاوكر بتاعته يا جماعه من الاوكر المحمله النظيفه بسم الله ما شاء الله. حاجه نظيفه جدا جدا جدا، مطليه بالستانلس، والقطعه الغيار نفسها قويه جدا. المفتاح حتى المحبس كمان نحاس بسم الله ما شاء الله. اللهم اعطيهم خيره وكفوهم شر يا رب العالمين. حاجه نظيفه يا جماعه بسم الله ما شاء الله. فيها كاتيليا اشعال ذاتي داخلي، كاتيليا اشعال ذاتي داخلي. بتولع كده العين اهي، بتولع على طول، زائد صمام الامان الكامل اهو. بتشيل ايدك ويشتغل اهو. ناره جميله جدا بسم الله ما شاء الله اهو اهو اهو. وكمان هديه كمان معاهم لقطعه الغيار بتاعه القهوه. الناس اللي هم بيحبوا يشربوا القهوه بيبقوا مدين زي جريل ظهر كده بسم الله ما شاء الله. حاجه نظيفه، ما بتسيبش حاجه فريش للمنتج الا وتكون مخلصاه كله بالصلاه على حضره النبي. دي كمان الخمس شعل والاوكر نضاف جدا. تعالوا كمان نوريكم روزوتة المفاتيح. ده طبعا تايمر التحكم بتاع الوقت بتاع الفرن والشوايه. هنا حضرتك روزوتة الشوايه هيت، دي مفتاح الشوايه بتضغط عليه، وده مفتاح مروحه توزيع درجه الحراره، وده مفتاح اللمبه علشان لو البوتاجاز مقفول، الباب مقفول كده بالصلاه على حضره النبي تشوفيه اهو. والنور اهيت. حتى كمان الزجاج الحراري بسم الله ما شاء الله شفاف ولميع، زائد زجاج داخلي، زائد اطار جميل جدا جدا من الميناء العالي بسم الله ما شاء الله، وزجاج حراري. تعالوا بقى كمان نوريكم يا جماعه الشوايه الدواره. ادي الشوايه الدواره اهيت انا بركبها وبتشغل. ادي كمان اللهم صل على حضرة النبي، حاجات كده جميلة. بتقفل مروحة توزيع درجة الحرارة الأول يا جماعة، وبتشغل الشواية من فوق، وتيجي تشغل اهي الموتور بتاع الشواية الدوارة. سيخين شواية، سيخ من العدل وسيخ من الشواية الدوارة بسم الله ما شاء الله. حتة الفرخة تتحط كده في الشواية الدوارة، زائد الفرخة الكاملة تتحط هنا في الشواية العادية خالص، زائد الباب الرف الصاج ده اهو. يا جماعة اوعى حد ينساه من ستات البيوت علشان اي دهون او اي سمنة تنزل عليه. الشوايه الدواره اهي زي ما احنا شايفين، هي شغاله اهيت، والشوايه من فوق شغاله. وخلاص على كده يا جماعه اهوت. حتى كمان الفرن بسم الله ما شاء الله شغال اهو. قفلنا المروحه، قفلنا الموتور بتاع الشوايه، ونشغل
مروحة التوزيع، درجة الحرارة. هو طبعا بيبقى اي بوتاجاز جديد بيشتغل لازم يطلع دخنة في الاول كده اول يومين، بعد كده او اول يوم كمان بيشتغل وخلاص وشكرا، وبعد كده بيشتغل ست البيت بتشتغل عادي خالص. بنخلع الشوايه الدواره وبنخلع السياخ والحاجات دي كلها عشان نوريكم برضك هي بتعمل ايه. ادي السياخ ديت اهي، بتحط الفرخه هنا كامله وبتركبي الشوكتين عكس عكاس، ونفس النظام ديت كمان نعرفوكم هي بتشتغل ازاي وبتستعمل ازاي. ادي الشوايه الدواره يا جماعه ستانلس جميله جدا ماشي. بتحط قطعه الفرخه اهي، قطعه الفرخه، وبتفتح المشبك دي بتحطيها هنا بعد توابلها، وبعد كده بتقومي جايه مركباها. بعد كده زي ما انا ما وريتكم بتقوم راكبه على الرف في قلب المطبخ جوه، وبعد كده شكرا والحمد لله البوتاجاز بيشتغل ومفيش اي مشكله خالص فيه. بقفل الفرن اهو عشان درجه الحراره علت كمان، وبطفي مروحه توزيع درجه الحراره. لو عايزين انني اجرب كمان المستوى دي، انا جربت المستوى العادي، في مستوى كمان اهو الشركه مدياهم هديه، مطلعه 2 هديه مستويات للجريلات. بركب اهو في مستوى عالي وفي مستوى واطي، رفيت بركب الرف جه واطي شويه بعليه بالمقاس اللي هي بتبقى محتاجاه اهو. بجرب المستوى دي كمان اهو شغال اهو بالصلاة على حضرة النبي. حاجة جميلة جدا جدا بسم الله ما شاء الله اهي. لو حبيت اركب السيخ التاني بقوم مركبه برضو معاها ومفيش اي مشكلة خالص معايا في البوتاجاز. وربنا يعطيهم خير يا رب ويكفيهم شره. ودي طبعا دي الخزينه بتاعت البوتاجاز، اي حاجه زياده عندك مثلا تقوم بيها خلاص. بوتاجاز فريش بروفيشنال، ال60 في 90، الاشعال الذاتي، الامان الكامل. لو في اي مشكله اي حاجه في الكومنتات قولوا لي وهرد عليكم ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.